في تاريخ السينما المصرية نجوم كبار اتعاونوا مع كتاب كبار ومخرجين كبار، ولكن نادرا جدا لما تلاقي 3 أسماء كل واحد فيهم لوحده مدرسة، ولما يجتمعوا بقى يطلعوا مش مجرد أفلام ناجحة، ده يطلعوا مرحلة كاملة. عادل إمام، وحيد حامد، وشريف عرفة. 3 أسماء عملوا تجربة قصيرة في عددها ولكن مزلزلة في أثرها. أفلامهم كانت بتضحكك وبتوجعك وبتخليك كمان تحس إن الشاشة فاهمة الشارع أكتر من أي ناس تانية. فيا ترى بقى إيه سر الخلطة دي؟ وليه لحد النهاردة ناس كتير شايفة إن دي كانت واحدة من أهم التجارب في تاريخ عادل إمام، ويمكن في تاريخ السينما المصرية كلها؟ أوقات كتير بيبقى عندك نجم عظيم وكاتب تقيل ومخرج مهم، وتلاقي النتيجة فيلم حلو وخلاص. لكن في حالات نادرة جدا بتحصل حاجة أكبر من النجاح، بتحصل كيمياء، كأن كل واحد فيهم كان مستني التاني أصلا. وده تقريبا اللي حصل لما عادل إمام قابل وحيد حامد وقابلهم شريف عرفة، وده كان في اللحظة الصح. لأن احنا هنا مش بنتكلم عن شوية أفلام نجحت في الشباك والسلام، لا، احنا بنتكلم عن تجربة خلت السينما المصرية التجارية تبقى فعلا مضحكة وفعلا مريرة وكمان شعبية وسياسية وجريئة. وده من غير ما تتنطط علينا وتقول لنا تعالوا نتثقف، لا، هي كانت بتقول لك اتفضل الضحك اهو، اضحك الاول وبعد كده بقى خد الخبط على دماغك. وده كان سر الشراكه دي، ان هي ما كانتش شراكه نجوميه وخلاص، دي كانت شراكه مشروع شايف البلد وشايف المواطن وشايف السلطه وشايف القهر وشايف كمان الضحك نفسه باعتباره وسيله نجاه. وعلشان كده بعض الكتابات وصفتهم اصلا بثلاثي سينما الوطن والمواطن. بس قبل ما ندخل بقى على الافلام لازم نفهم حاجه مهمه جدا، الثلاثي ده ما نزلش من السما كده فجاه، لا، التجربه كان ليها تمهيد. وحيد حامد اصلا بدا يبني علاقه فنيه مهمه مع عادل امام من بدري قوي، من احلام الفتى الطائر سنه 1978، وبعدها بقى الشراكه بينهم كبرت في السينما مع افلام زي الغول سنه 1983 وغيرهم. وسيره وحيد حامد نفسها بتذكر ان نجاح احلام الفتى الطائر مع عادل امام كانت نقطه دفعت الزعيم ان هو يعتمد عليه سينمائيا، وان العلاقه بينهم استمرت في الثمانينات قبل ما يدخل حتى شريف عرفة على الخط في بداية التسعينات. أما بقى شريف عرفة فهو قبل الثلاثي ده أصلا كان بيكون لغته الخاصة، واشتغل قبلها على أفلام جمعت ما بين السخرية الاجتماعية والسياسية. وده مهم جدا، لأن لما تقعد تبص كده على أفلامه مع وحيد حامد وعادل إمام هتكتشف إن شريف عرفة ما كانش مجرد منفذ لنص قوي، لا، الراجل كان عنده استعداد قديم أصلا للنوع ده من المزج ما بين الترفيه والوجع. يعني ببساطة وحيد حامد عنده الفكرة والهم، وشريف عرفة كان عنده الصورة والإيقاع والذكاء البصري، وعادل إمام بقى كان عنده السحر الشعبي اللي يخلي أي فكرة صعبة تدخل بيت الناس من غير استئذان. وهنا تبدأ الحكاية. أولاً اللعب مع الكبار، بداية المشروع الحقيقي. فيلم اللعب مع الكبار نزل سنة 1991 وكان من إخراج شريف عرفة وتأليف وحيد حامد وبطولة عادل إمام. حكاية حسن بهلول، الشاب العاطل اللي بيبلغ عن حريق هيحصل لأنه شافه في حلم، ومنها بيدخل في مواجهة مع عالم الكبار. أنا شايف إن الفيلم ده مهم جدا، مش بس لأنه البداية ولكن لأنه من أول لحظة كشف لنا قواعد اللعبة كلها. يعني إيه؟ يعني من أول الفيلم الثلاثي قال لك إحنا مش هنعمل لك بطولات وهمية، البطل هنا مش خارق ولا معاه سلطة ولا معاه عضلات، ده واحد غلبان ولكن عنده عين بتعرف تشوف. ودي بقى كانت نقطة عبقرية، لأن وحيد حامد فهم من بدري جدا إن أخطر بطل ممكن تحطه في قلب فساد كبير هو الإنسان العادي اللي لا يملك أي حاجة غير إنه شاف وعرف وفهم. واحيانا فهم دي لوحدها مصيبه كبيره قوي. اللعب مع الكبار كمان كان بيقول جمله مهمه جدا من غير ما يقولها نصا، ان البلد دي مش بيبوظها الشرير التقليدي ابو شنب اللي بيضحك ضحكه شريره، لا، البلد دي اللي بيبوظها هم الكبار. الكلمه نفسها مرعبه جدا، مش لازم نعرفهم كلهم ومش لازم نشوف كل الخيوط، يكفي انك تحس ان في شبكه اكبر منك بكتير. وهنا بقى عادل امام عمل واحده من اهم النقلات في تاريخه السينمائي كله، لانه بقى بيستخدم خفه دمه مش علشان يغطي على الفكره ولكن علشان يوصلها. بقى الضحك عنده هو حصان طرواده، يدخلك الفيلم وانت مستريح
وبعدين تلاقي نفسك جوه مناخ قلق حقيقي. ولو حبينا نقيم الفيلم ده من داخل التجربة كلها، فهو في رأيي فيلم التأسيس. مش شرط يكون أقواهم تأثيرا عند الناس، ولكن من غيره ما كناش هنشوف الباقي بالشكل الحلو ده، لأن الفيلم ده هو اللي عرفنا إن هم ناويين يلعبوا لعب كبير فعلا. ثانيا، الإرهاب والكباب، لحظة الانفجار الشعبي. بعدها بسنة كده بيجي لنا فيلم الإرهاب والكباب سنة 1992، وبرضه من إخراج شريف عرفة وتأليف وحيد حامد وبطولة عادل إمام. والفيلم بيبدأ من موظف بسيط رايح مجمع التحرير علشان ينقل ابنه من مدرسة لمدرسة، فبيتسحب بقى لجوه دوامة البيروقراطية لحد ما الأمور تنفجر ويبقى في قلب الأزمة. وهنا بقى اسمح لي أقولها لك بصراحة، ده مش واحد بس من أهم أفلام الثلاثي، ده واحد من أهم أفلام السينما المصرية أصلا. ليه؟ لأنه ببساطة أخد حاجة كلنا أكيد حسينا بيها ويمكن ملايين عاشوها وحولها لنا لفيلم كامل متكامل. إحساس إنك داخل مصلحة حكومية ومش عارف هتطلع منها بني آدم ولا ملف، ده الإحساس العبقري اللي اتبنى عليه الفيلم. الفيلم عبقري في إنه ما جابش إرهابي من بره، ما جابلكش شخص متطرف نازل من الجبل، هو قال لك بص حواليك في إرهاب يومي، إرهاب الختم، إرهاب الشباك، إرهاب الموظف اللي بيقول لك فوت علينا بكرة يا سيد، إرهاب المكان اللي كل اللي فيه حاسس إنه مواطن مطحون. وده بقى واحد من أذكى أفلام وحيد حامد على مستوى الفكرة، لأن هو عرف يحول الإحباط الإداري إلى دراما شعبية عظيمة، وعرف كمان يطلع من مجمع التحرير شيء شبه الوحش الكبير، مكان بياكل الناس. أما بقى شريف عرفة هنا فدي من أكتر اللحظات اللي تثبت لنا إن هو مخرج فاهم للمساحة جدا، لأن فيلم زي ده كان ممكن جدا يقع ويبقى مسرحي جدا أو خطابي أو حتى مهرجان صريخ، لكن هو حافظ على الإيقاع وعلى الكوميديا وعلى التوتر وعلى الإحساس الدائم إن المكان ده كائن حي بياكلنا، وإن كل واحد جوه المبنى ده عنده قصة قهر مختلفة. أما بقى عادل إمام فهو قدم لنا هنا واحد من أرقى أنواع المعادلات الفنية، ولا هو سوبرمان ولا مهرج ولا خطيب ثوري، هو مواطن اتزنق، وده أهم بطل في سينما وحيد حامد أصلا، لدرجة أن انفجاره بقى منطقي جدا. ولو هنقيم فيلم الإرهاب والكباب داخل التجربة كلها، فأنا شايف أن هو غالبا أكثر أفلامهم اكتمالا جماهيريا. يعني مثلا ممكن طيور الظلام يكون أشرس سياسيا، ويمكن النوم في العسل يكون أجرأ رمزيا، لكن الإرهاب والكباب هو الفيلم اللي قدر يجمع ما بين الفكرة العظيمة والضحك والشعبية والرمزية وكمان المشاهدة الممتعة جدا، وده من غير ما يفقد أي حاجة منهم. ثالثا، المنسي، التجربة النابضة إنسانيا. بعدها بقى بيجي المنسي سنة 1993. يوسف المنسي عامل السكة الحديد اللي بيلاقي نفسه في مواجهة عالم مليان نفوذ وصفقات قذرة لما بتدخل حياته غادة الهاربة من رجل الأعمال الكبير. وهنا بقى ناس كتير بتتعامل مع المنسي باعتباره الفيلم الأهدى شوية في الخماسية أو الأقل صخبا، بس أنا بصراحة شايف العكس تماما. أنا شايف إن المنسي من أخطر أفلام وحيد حامد وعادل إمام، لأن خطورته هادية. في اللعب مع الكبار مثلا كان في كشف لشبكة كبيرة، وفي الإرهاب والكباب كان في انفجار جماعي. ولكن بقى في المنسي انت قدام مأساة من نوع مختلف، انسان طيب جدا، بسيط جدا، نظيف جدا، وعادي جدا جدا، لدرجة انه بقى تقريبا خارج الصورة، شخص مهمش ومش مهم ومش محسوب من اهل النفوذ، ومع ذلك هو الاكثر انسانية في كل اللي حواليه. وده في رأيي واحد من اجمل ادوار عادل امام على الاطلاق، لان الدور هنا مش قائم على الاستعراض خالص ولا على الجمل المحفوظة، لا، هو هنا ممثل بيلعب الهشاشة والمرارة والخجل، الطيبة اللي فيها وجع. ويمكن هنا تحديدا تظهر عبقرية وحيد حامد مع عادل إمام. وحيد حامد كان من القليلين اللي فهموا إن عادل إمام مش بس نجم كوميديا، لا، هو كمان ممثل يقدر يوجعك جدا لما تحطه في منطقة الانكسار. المنسي كمان مهم لأن هو بيثبت إن التجربة دي ما كانتش بتقول يا إما سياسة مباشرة يا إما ما فيش، لا خالص، هي كانت عارفة تدخل للسياسة ولكن من باب الإنسانية، من باب الراجل اللي ممكن يعدي عليك في المحطة وما تاخدش بالك منه أصلا. وهنا بقى بيجي السؤال المر، في كم منسي في البلد؟ كم واحد شريف ومطحون ومحدش شايفه أصلا؟ لو هرتب الأفلام من ناحية النضج الإنساني فالمنسي عندي في منطقة متقدمة جدا، يعني يمكن هو مش الأشهر ولكن هو من أكثرهم دفئا ومن أكثرهم وجعا في نفس الوقت. وده نوع صعب جدا من الأفلام، الفيلم اللي ما بيزعقش ولكن يفضل عايش جواك العمر كله. رابعا، طيور الظلام، القمة السياسية. نروح بعد كده لطيور الظلام سنة 1995، والفيلم بيدور حوالين
3 محامين فرقت ما بينهم المصالح والاختيارات، واحد انحاز للانتهازية، وواحد انجذب للتطرف الديني لتحقيق المصالح، والتالت فضل بسيط وبعيد عن الصراع. وهنا بقى احنا داخلين على ملعب تاني خالص. طيور الظلام مش فيلم عن شخص واحد واتورط، لا، ولا عن مكان واحد خانق، ولا عن فرد واحد منسي. ده فيلم بيحاول يشرح لك البلد وهي بتتشد من كذا اتجاه في نفس الوقت: السلطة والانتهازية والتدين الشكلي أو التجارة بالدين، وطبقة بتعرف تلعب على كل الألعاب، وأفراد تانية عاديين بيتفرجوا على المسرح الكبير وهم مش فاهمين أصلا إيه اللي بيحصل، لكنهم أكيد هيدفعوا الثمن. ويمكن ده هو الفيلم الأكثر شراسة في الثلاثية أو الخماسية اللي هي التجربة كلها، لأنه مش بيناقش عرض جانبي، هو دخلك في قلب الصراع على المجتمع نفسه، مين بيركبه ومين بيتاجر باسمه ومين بيلبس وش الملاك وبيمشي مصالح الشيطان. اللي عجبني جدا كمان في الفيلم ده ان هو ما بيقدمش الصراع بمنطق الكرتون، مش بيقولك ده وحش وده حلو وانتهينا، لا، هو بيقولك ان المشكله الحقيقيه احيانا مش في الشر المطلق، ولكن في التحالفات الرماديه، في الناس اللي كل يوم بتلبس وش، وفي اللي يقدر يبيع لك خطاب ديني او سياسي او اخلاقي وهو اصلا شغال سمسار في الخراب. وده فيلم مهم جدا في رحله عادل امام، لانه هنا ما بيكسبش بالدراع ولا بالافيه ولا بالفهلوه، هو موجود جوه منظومه اعقد من اي فرد، وده بقى بيدي للفيلم تقل خاص بيه. ولو هتكلم عن شريف عرفة هنا فلازم نعترف ان هو من اكتر المخرجين اللي عرفوا يصوروا الاختناق السياسي من غير ما الفيلم يتحول لندوة، ودي ميزة ضخمة جدا، لان النوع ده من الافلام سهل جدا ان هو يقع في غلطة المباشرة، ولكن طيور الظلام قدر يحافظ على حياة الشخصيات وعلى إيقاع الفيلم وعلى قدرة المشاهد إن هو يتابع وهو مستمتع جدا، رغم إن كل اللي بيتقال تقيل جدا على الودان. وفي رأيي الشخصي إن طيور الظلام هو أقوى أفلامهم فكريا، مش شرط يكون الأحب لكل الناس، لكن لو حد سألني فين الفيلم اللي التجربة دي بلغت فيه أقصى جرأتها السياسية، هقول لك هنا وأنا مستريح: طيور الظلام طبعا. خامسا، النوم في العسل، النهاية اللي كانت شبه الكابوس. آخر محطة بقى هي النوم في العسل سنة 1996، والفيلم قائم على ظاهرة غامضة بتنتشر في المدينة، حيث يعاني الرجال من عجز جنسي مرتبط طول الوقت بزيادة الإحباطات العامة والخاصة، بينما بقى يواجه بطل الشخصية مع صحفية نشطة تعتيما رسميا وإنكارا من المسؤولين. وده بقى فيلم عبقري ومش سهل أبدا، يعني ده مش الفيلم اللي كل الناس هتحبه من أول مرة، ولا هو الفيلم الأكثر سلاسة، لكن هو من أكثر أفلامهم راديكالية، لأنك هنا قدام فكرة مرعبة جدا إن المجتمع كله ممكن يوصل لمرحلة من العجز، ولكن مش بمعناه الجسدي فقط، إنما بمعناه الرمزي، عجز عن الفعل، عجز عن المبادرة، عجز عن الرغبة، عن الحياة نفسها. يعني مثلا لو اعتبرنا ان الارهاب والكباب كان عن المواطن اللي انفجر، والمنسي كان عن المواطن اللي محدش شايفه، وطيور الظلام عن البلد وهي متقسمة ما بين قوى متصارعة، فيبقى النوم في العسل تقريبا عن مرحلة ما بعد الانهاك، مرحلة ان الناس خلاص بقت عايشة ولكن من غير طاقة ولا قدرة على الفعل ولا حتى على الحلم. وعلشان كده الفيلم ده مهم جدا في تقييم التجربة كلها، لأنه بيكشف لنا إن الثلاثي ما كانش كل مرة بيلعب على نفس الموجة، بالعكس هم كانوا بيغامروا وأحيانا كمان كانوا بيروحوا لمناطق أكثر رمزية وأشد قسوة. بس هنا كمان لازم نبقى منصفين، النوم في العسل بالنسبة لي من الأفلام العظيمة جدا، ولكن مش الأكمل جماهيرية، وده طبيعي لأن رمزيته تقيلة شويتين ونبرته أكثر كآبة، وما فيهوش نفس الراحة الجماهيرية اللي موجودة في الإرهاب والكباب مثلا، وده يمكن يفسر لنا إن تقييمه الجماهيري كان أقل من باقي أفلام الشراكة. ولكن هل ده يقلل منه؟ أبدا، بالعكس، ده يثبت إن التجربة كان عندها جرأة إن هي تروح لآخر السكة حتى لو آخر السكة مش مريح. طب إيه بقى تقييم التجربة على بعضها؟ وهنا هو مربط الفرس. أنا من وجهة نظري إن التجربة دي عظيمة ل7 أسباب. أول سبب إن هي حولت عادل إمام من أكبر نجم إلى أكبر نجم عنده موقف واضح داخل سينما جماهيرية، وهنا الفرق كبير قوي، لأن عادل إمام قبلها طبعا كان نجم كاسح، ولكن كان عنده أعمال كبيرة مع كتاب كبيرة مهمين، ولكن مع وحيد حامد تحديدا من أيام أحلام الفتى الطائر والغول، وكمان بقى مع دخول شريف عرفة اتبلورت صيغة أوضح لعادل إمام باعتباره يحمل الهم الاجتماعي والسياسي داخل فيلم شعبي واسع الانتشار. تاني سبب إن وحيد حامد في التجربة دي كان بيكتب للناس من غير ما يتنازل عن دماغه، وده شيء صعب جدا. في كتاب كبار بيكتبوا أفكار عظيمة ولكن محدش يسمع عنهم. وحيد حامد هنا عمل المعادلة المعجزة، فيلم يتشاف
ويتعاد ويتحب ويتقال منه جمل، وفي نفس الوقت بيبقى شايل فكرة عظيمة. ثالثا إن شريف عرفة ما كانش مجرد مخرج شاطر، لا، هو كان جزء من الفكرة نفسها، جزء من المشروع. الراجل أصلا معروف عنه إنه هو قدم أفلام بقت علامات في السينما المصرية، وده حتى من قبل 1991. رابع سبب إن التجربة دي فهمت المواطن المصري صح. المواطن في أفلامهم ولا هو ملاك ولا هو شيطان ولا هو بطل أسطوري، هو كائن مضغوط ومتوتر، أحيانا طيب وأحيانا متردد، أحيانا سلبي وأحيانا بينفجر. وده بالظبط اللي خلى الأفلام دي عايشة لغاية النهاردة، لأن هي ما كانتش بتتكلم عن فكرة الشعب بشكل عام، هي كانت بتتكلم عن الشعب نفسه. خامس سبب إن هم عرفوا يحافظوا على التنوع داخل مشروع واحد. يعني عندك مثلا اللعب مع الكبار بنكهة شبه عبثية، والإرهاب والكباب كوميديا شعبية سوداء، أما المنسي فهو وجع إنساني ناعم، وطيور الظلام صراع سياسي مركب، ونهاية بالنوم في العسل كابوس رمزي تقيل. ودي نقطة مهمة جدا، لأن النجاح أحيانا بيخلي الناس تقرر نفسها، إنما هنا كل فيلم وله طعم. سادسا بقى إن المشروع ده عنده شجاعة. وحيد حامد أصلا معروف بموقفه الرافض للأصولية واشتباكه مع القضايا العامة طول الوقت، وده باين جدا في سيرته وفي اختياراته. لكن الأهم إن الجرأة دي ما فضلتش على الورق، دي اتحولت لسينما جماهيرية، وده نادرا ما يحدث. سابع وآخر سبب بقى، وده يمكن الأهم، إن الثلاثي ده عرف يخلي الضحك وسيلة كشف، ودي أعلى درجات الفن الشعبي، إنك تضحك وبعدين تتوجع بعد الضحكة بثانيتين. هنا بقى السؤال اللي هيولع الحلقة كلها. أنا شخصيا شايف إن دي من أفضل فترات عادل إمام على الإطلاق، ويمكن أفضل فترة له من ناحية التوازن ما بين الجماهيرية والأداء والقضية والتأثير طويل المدى. لأن عادل إمام عنده مراحل عظيمة جدا طبعا، ولكن المرحلة دي تحديدا فيها حاجة مميزة، إنه كان نجم الشباك الأول وفي نفس الوقت عامل أفلام شايفة البلد بحدة، وده امتياز مش سهل خالص. في نجوم كده لما بيكبروا فنيا بيبعدوا عن الجمهور، وفي نجوم لما يقربوا من الجمهور بيسيبوا العمر، ولكن عادل إمام في التجربة دي عمل الاتنين مع بعض، وده إنجاز مرعب. وسؤالي ليكم، هل وحيد حامد هو أهم كاتب في تشكيل شخصية عادل إمام الجاد؟ أنا شايف إنه طبعا إلى حد كبير جدا، مش الوحيد طبعا، ولكن هو من الأهم بلا شك، لأن وحيد حامد مش بس كتب لعادل إمام أدوار كويسة، لا، هو أعاد تعريف صورته عند قطاع كبير جدا من الناس، خلاه بطل شعبي ولكن بطل شعبي واعي، شايف الخراب ومشتبك مع كل اللي حواليه. ومن غير تمهيد، العلاقة اللي بدأت من أول أحلام الفتى الطائر وكملت في فيلم الغول في الثمانينات، ما كانش ممكن الشراكة الثلاثية تتبني بالنضج ده من غير دخول شريف عرفة. ولو هنختصر التجربة كلها في جملة، هقول إن دي كانت لحظة نادرة اتصالح فيها الفن الجماهيري مع الوعي. ولا هي سينما نخبوية بتقول للناس انتوا مش فاهمين حاجة، ولا هي سينما تجارية بتقول يلا هاتوا الفشار وتعالوا نتسلى شوية، لا، دي سينما بتقولك اتفرج واضحك وانبسط، بس وانت ماشي خلي بالك ان البلد فيها حاجة غلط. وفي النهاية لما نيجي نتكلم عن التعاون ما بين عادل إمام ووحيد حامد وشريف عرفة، ما ينفعش نقول الخماسية المعروفة، لا، الموضوع أكبر من كده بشويتين. احنا بنتكلم عن تجربة بدأت على أرض ممهدة ما بين عادل إمام ووحيد حامد من سنين، وعن مخرج كان بيكون لغته الخاصة، وبعدين في لحظة ما كل الخطوط دي اتقابلت فطلع لنا مشروع فني قصير في عدده ولكنه ضخم في أثره. 5 أفلام بس، 5 أفلام، ولكن بصراحة في ناس ممكن تعمل 50 فيلم وما تسيبش اللي سابوه ال5 أفلام دول، لأن فيلم زي اللعب مع الكبار علمنا إن الصغير ممكن يشوف اللي الكبير مخبيه، والإرهاب والكباب علمنا إن المواطن لما يتسحق ممكن يتحول لقنبلة من غير ما يقصد. أما المنسي فده فكرنا بإن في بشر محترمين جدا محدش شايفهم، وطيور الظلام ورانا إن الصراع على المجتمع أعقد من شعارات ممكن تتقال. أما النوم في العسل فقال لنا إن أخطر مرحلة مش دايما الانفجار، أحيانا أخطر مرحلة هي النوم في العسل. وعلشان كده من وجهة نظري التجربة دي مش بس من أعظم ما قدمه عادل إمام، دي كمان من أعظم ما قدمته السينما المصرية كلها، لما قررت تبقى شعبية من غير ما تبقى سطحية، تبقى مضحكة من غير ما تبقى فارغة، وتبقى مسلية من غير ما تنسي الناس الوجع. ويمكن ده هو سرها الحقيقي، إن هي كانت بتتكلم عننا إحنا ولكن من غير ما تنسى تضحكنا. وفي النهاية تجربة عادل إمام ووحيد حامد وشريف عرفة ما كانتش مجرد تعاون ناجح، دي كانت شراكة
الدراما فهمت الناس وفهمت البلد، وعرفت تحول الضحك لسؤال والتسلية لموقف، والفيلم الجماهيري لسلعة ممكن تعيش سنين. وعلشان كده أفلامهم سكنت جوانا، لأن كل واحد فينا بشكل أو بآخر شاف نفسه في موظف مقهور أو إنسان منسي أو مواطن واقف بيتفرج على لعبة أكبر منه. اكتبوا لي بقى في الكومنتات أنهي فيلم في التجربة دي هو الأقرب لقلبك، ولو نفسك في حلقات تانية عن شراكات تانية يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. أنا أحمد عقل، ودي كانت حكايتنا النهاردة، وزي ما دايما بنقول الحكايات كتير لكن سقراط بس هو اللي عنده الحكاية الصح.